فريق أنيق حريف مريق أنزلوا حتى يراقبوا. احنا النهارده هنتكلم عن واحد يعتبر اشهر ساحر في العصر الحديث في مصر، وكان معروف عالميا، غير ان هو كان تلميذ لاقوى ساحر في القرن 19 عبد الفتاح الطوخي، واللي كان بيقول عليه ان هو افضل تلامذته وان هو بمثابة الابن الروحي ليه. الراجل ده سخر السحر الاسود للمشاهير فقتلوا الجن. السيد الحسيني الفلكي، يا ترى ايه قصته وايه حكايته؟ تعالوا نعرف مع بعض. الراجل ده كان العصاية السحرية لمشاهير الفن والكرة وكبار رجال الأعمال. خد عندك دي كمان، ده سخر الجن من خلال واحدة من أخطر التعاويذ الخاصة، واللي هي العزيمة البرهطية، واللي هنشوف الفيديو بتاعها دلوقتي. فريق أنيق حريف. لو تلاحظوا إن العزيمة اللي موجودة في الفيديو اللي أنا عرضته ماهيش كاملة، الصوت بيروح وبيجي. أنا اللي قصد إن أنا أعمل كده علشان لو فعلا العزيمة دي حقيقية ولو فعلا هي مؤذية ما تعملش اي اذى لاي حد يسمعها من الناس اللي هتسمع الفيديو ده. طيب العزيمة البرهطية دي قصتها ايه؟ العزيمة دي بتتصنف ان هي من اقوى واشرس واكثر التعويذ شرا، واللي بيتقال ان هي بتحتوي على 28 اسم من اسماء الله الحسنى بلغة بيعرفها الجن كويس قوي، وهي اللغة السريانية، فبيستجيبوا للي بيقولها على طول، مطاعين ليه. حتى لو كانت اكبر واقوى عشيرة في الجن برضه هتكون مطاع ليه. اللغة دي قليل قوي اللي يعرفها، او على الاقل اللي بيعرف ينطقها النطق الصحيح. ده اللي عمله المشعوذ السيد الحسين الفلكي، الساحر اللي ألقى السحر الأسود على المصريين. طبعا كلنا عارفين يعني ايه السحر الأسود وايه هي أضراره ومدى خطورته. طيب من أهم الأعمال اللي الفلكي عمل على تحضير الجن فيها فيلم عاد لينتقم، والفيلم ده هو اللي اتقال فيه العزيمة البرهطية. نيجي بقى لحادثة موت السيد الفلكي اللي كانت أغرب من حياته نفسها. اترددت أقاويل إن الجاني واحد من العفاريت اللي كان بيستحضرها الفلكي الحسيني علشان تساعده في شغله ده، غير إن المباحث لما وصلت لقيت إن بعض الأحراز اللي كانت في بيته بتثير علامات استفهام عريضة وأسئلة كتير عند الناس محتاجة لإجابة. يعني مثلا عندك لقيوا كميات كبيرة من اللبن الحليب، والكمية كبيرة منه كانت فاسدة، ومناديل ملوثة بدماء الحيض، وصور بقى مشاهير من جميع المجالات، فن، رياضة، سياسة، إعلام وغيرهم، كان عليها طلاسم. يعني بس مش كلها بقى اللي هي أفرق بين زوجين أو قلب الحبيب أو الكلام ده، لأ، في منهم الطلاسم اللي كانت موجودة علشان واحد ينجح في مجال معين في مقابل إن المنافس ليه يفشل. وعدت الأيام والمباحث بتدور على دليل مادي، إلا إن تقرير الطب الشرعي جه بمفاجأة من العيار التقيل. القتيل محدش من البشر قتله، وما ماتش بهبوط حد بالدورة الدموية، وبكده ما عادش قدام المباحث ولا المهتمين بحكاية موت الفلكي إلا حكاية العفاريت. ابوك الحاج الفلكي اللي كان بيتنبأ بالمستقبل معرفش ان يومه الاخير كان حافل بالمفاجآت. الحادث ده كان من اغرب الحوادث اللي واجهها المقدم علاء عادل. فضل بقى الحسيني مختفي ايام، اكتشفوا جثمانه بعدها وهو في شقته بفيصل مرمى على ظهره وعلى وشه اشد علامات الفزع والرعب والهلع. وما كانش المثير في القضية هو اتهام قرايب الفلكي لرشا الزوجة الشابة الحسناء وإصرارهم على تورطها في حادث مصرع السيد الفلكي اللي كان عمره ساعتها 58 سنة. لكن المثير هو تقرير طبيب الشرعي ومفتش الصحة اللي أكد إن مفيش أي سبب مقنع للوفاة، غير إن عند تشريح الجثة ما لقيوش أي أثر للسم. تقرير الطب الشرعي ما قدرش يدي سبب مقنع لوفاة الفلكي، وتم حفظ الاتهام ضد الزوجة الشابة اللي تحريات المباحث ما أدنتهاش بأي حاجة. وفضلت بقى وفاة الفلكي لغز مثير، ده غير ان غموض القضية نفسها ما انتهاش على موت الفلكي وبس. وزي ما كان الفلكي في حياته مثير للجدل، كانت برضه ظروف مصرعه شديدة الإثارة. والبداية لما تلقى رئيس مباحث بولاء الدكرور بلاغ من رشا زوجة السيد الفلكي بخبر موته،
في الوقت ده بقى أسرع شقيق الفلكي علشان يقدم بلاغ لمدير مباحث الجيزة اتهم فيه الزوجة الشابة رشا بإن هي سممت جوزها. وقال شقيق الفلكي في بلاغه إن في أسباب دفعته لاتهام الزوجة بالجريمة دي، لأن هي كانت أصغر من الحسيني بأكتر من 40 سنة. شقيق الزوج أكد في اتهامه إن هو حضر مشاجرة عنيفة بين رشا والفلكي قبل الحادث بيوم. تطورت المشادة لصراع بالأيدي، هددت فيه رشا بعدها إن هي هتسيب له البيت. قررت المباحث استدعاء الزوجة ومواجهتها بالاتهامات. فضلت بقى رشا تعيط وتدافع عن نفسها وتقول ما حصلش والكلام دوت، وقالت برضو إن هي اتجوزت الفلكي بعد قصة حب، وكانت من أشد المعجبات بكتب الفلكي وبأفكاره، وفرحت قوي لما عرض عليها الجواز، وإن هي كانت بتقوم بعد ما اتجوزهم بدور المنسقة ليه ومديرة أعماله، وتحدد له مواعيده وترد على مكالماته وهكذا. وقالت برضو ان هي كانت مبهورة بالحياة الجديدة، وكانت حاسة ان الفلكي بيحبها بجنون. اكدت رشا في اقوالها قدام الشرطة ان بعض اشقاء زوجها كانوا طمعانين في فلوسه، علشان كده حاولوا بكل الطرق يوقعوا بينه وبينها. وقالت ان هم طلبوا منه صراحة ان هو يطلقها، لدرجة ان الحسيني كان في مرة هيعملها. وقبل الحادث بيوم فعلا حصلت مشاجرة عنيفة بينها وبينه، واللي كانت خلاص هتسيب له الشقة وتمشي لولا تدخل والدها. فبدأت رشا تفسر إن اللي بيحصل من جوزها ده من تأثير الخمور اللي كان بيعشقها. وقالت برضه إن هي اتفاجئت بتدهور حالته الصحية وإصابته بدوار وقيء مستمر، وقامت بنقله لواحد من المستوصفات في نفس العمارة اللي هم بيسكنوا فيها، لكن هي اتفاجئت بموته، وإن هي أصابها الذهول من إزاي هم يتهموها بقتله. قررت النيابة حفظ القضية واستبعاد الشبهة الجنائية علشان يفضل حادث مصرع السيد الفلكي لغز مثير لحد النهاردة. واللغز الأكيد اللي هو إيه الشيء اللي هو شافه أو حصل له وخلاه مفزوع بالطريقة دي وأدى لموته. يا ترى شاف إيه قبل ما يموت؟ ربنا واحد بس اللي يعلم. دي كانت قصة السيد الحسين الفلكي. لو عجبتكم الحلقة أرجو إن أنتوا تدعمونا بالاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم أحمد حمدي.